موبايلات ما تشتريهاش في 2024 الجزء الاول. ريلمي سي 30 اس موبايل بيجي في الفئه الاقتصاديه اللي هي طبعا عدت ال 4000 جنيه النهارده، ولكن ليه بتقولي ما تشتريهوش؟ بحكم شغلي في الموبايل سوفت وير، فالتليفون ده بدأ يظهر لي كتير في الفترة اللي فاتت بيجي بعيوب مختلفة جدا، زي مثلا انك تبقى عامل رمز الموبايل وتيجي تكتبه الكيبورد ما يطلعش معاك، زي مثلا انك تفتح التليفون اول مرة تطلعه من العلبة تيجي تشغل الموبايل ما تلاقيش التاتش شغال، وعيوب كتير جدا جدا مش بتتحل غير على بوكسات او ادوات للسوفت وير بتبقى غالية شوية، ومش اي حد طبعا بيقدر ان هو يحلها، لازم يكون فني متخصص يقدر ان هو يحل المشاكل دي. الموبايل بيجي بمعالج من شركة سبريترام او شركة يونيسوك، ولكن معالج ضعيف جدا. كمان ذاكرة الموبايل اللي هي eMMC ولكن من نوع رديء جدا. كارت الميموري اللي موجود في المحلات يكاد يكون انضف منه. لا انصح بشراء الموبايل ده باي شكل كان. اللهم بلغت اللهم فشل. وخليني اقول لك